بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم حاب أتكلم عن موضوع كثير يتكرر علي. في شخص دائما يعيد ويكرر نفس الكلام، فحبيت اليوم أسوي هالمقطع وأتمنى أنكم تشاركوني فيه. هذه وجهة نظري بالنسبة لي. فدائما يجيني ويقول لي فلان بعدما توثق صار متكبر، صار ما يتكلم معي. طبعا له أحد من الأشخاص، يعني بدون ذكر أسماء، بعد ما توثق في السناب، يعني والله الشخص منعم فيه في القائل والذي يقال عنه. فدائما يكرر هذا الكلام. والله أنا حبيت أنصحه وقلت له هذا الكلام، وأقول هذا الكلام للجميع. هذا الكلام موجه لي ولكم وللجميع. التمس لأخيك المسلم 70 عذرا، هذا أول شيء. ثاني شيء، والله العظيم هذه يعني كلمة مني، عامة المشاهير والله أكثرهم يعني ودهم يردون على الجميع، لكن هم زي ما أنت عندك أشغال، زي ما عندك أعمال، زي ما عندك مواضيع، عندك أهل، عندك دوام، عندك التزامات كثيرة، كمان هم عندهم نفس الكلام وممكن يكون أكثر منك. فلا تظن السوء فيهم، والتمس لأخيك المسلم 70 عذرا. هذه رسالة اللي أوجهها للأحباب والأخوان، أنه المشهور هو إنسان زيك، بس عنده مشاغل أخرى، عنده أمور أخرى، وتراه قسما بالله أكثرهم فيهم الخير ونعم فيهم جميع بلا استثناء. بس أنا حاب أن أي شخص يعرف مشهور سواء أو مشهورة يلتمس العذر لهم، لأن كل واحد وعنده أشغال. وفي الأخير أحب أقول التمس لأخوك المسلم 70 عذرا، والله لا يشغلنا إلا بطاعته. وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم.